السلام عليكم، انا احمد هاشم. وفي الفيديو ده هتكلم على concurrency issue لقيتها على ليد كود. انا كنتش اعرف ان ليد كود عنده concurrency problems. هو في سيكشن كده يمكن اقل من 10 تقريبا. قلت اعمل فيديو على المساله دي اسمها print foo bar alternately. المساله بتقول ان في كلاس اسمها foo bar فيها ميثود اسمها foo وفي ميثود اسمها bar. طيب الفو هتعمل print للفو n times والبار هتعمل print للبار n times. طيب الفكرة كلها ان نفس الانستنس دي هتبقى مع two threads. thread A هيعمل كل فو وthread B هيعمل كل بار، واحنا ما عندناش كنترول هو الثريد A او B هيبداوا امتى، ودي مشكلة concurrency. بيقول المثال بتاع ال n بواحد يبقى الفو هتبرنت الاول بعد كده بار. طيب في حالة ال n باتنين هيعمل فو وبعد كده بار وبعد كده فو وبعد كده بار. لو فكرت في المسألة دي هتلاقي ان في زي ستيت كده. المسألة بتبدأ ان الستيت بفو ان هي تعملها برنت وبعد كده تروح لستيت بار وهكذا. فاحنا ممكن نعمل لوك على ستيت وهنقول مثلا ان هي فو. احنا ممكن نعمل ده اي نمبر او انتجر احسن، بس انا بس عامله سترينج عشان يبقى فيجوال والكود يبقى اقل. طيب وممكن نعمل ايه؟ ممكن نقول i equal 0. انا هغير الفور لوب هخليها while لوب، هتعرفوا دلوقتي ليه. طيب while ال i اقل من n. تمام. هعمل ايه؟ هعمل لوك على الستيت. طيب لما اجي اعمل لوك على الستيت انا عايز اعمل ايه؟ عايز اتشيك هل الستيت ان انا اعمل برنت ولا لا. طيب هل state equals فو؟ لو الستيت بفو يبقى انا اقدر اعمل برنت. طيب يبقى انا كده عملت الاي بزيرو والاي دخلت عشان الوايل لوب هنا دي هنا ترو. الاي اقل من واحد او ان وسينكرونايزد اخدت اللوك وبعد كده على الستيت وبعد كده الستيت بتشيك ان هي فو. لو هي فو هيعمل برنت وهيزود الاي وهيعمل الستيت دلوقتي تبقى بار. طيب نفس الكلام عايزين نعمله في البار ميثود. نعمل i equal 0. تمام. ونغير فور لوب هنخليها while i اقل من n. تمام. هنعمل ايه؟ هنعمل synchronized على state. تمام. وبعد كده هنعمل جوه synchronized التشيك بتاعنا هل state equals بار بقى دلوقتي. يبقى لو هي true يبقى هعمل ايه؟ هعمل print وهزود الاي. يبقى انا كده عديت، انا عملت print بار مرة وبعد كده الستيت هغيرها لفو علشان الثريد تاني يكمل. طيب لو فكرنا كده ان الكيس بتاعت الانيشال ستيت هنفترض ان الثريد اللي هو بيرن بار هو اللي بدأ الاول. عمل لوك ومزودش الاي فضلت زي ما هي وبعد كده بتشيك هل الستيت ببار، لقاها لا مش ببار فمعملش حاجة ورجع على الوايل. الاي لسه زي ما هي ما زادتش فبالتالي عمل لوك على الستيت. اثناء ما هو لوك الستيت الفو ثريد او اللي هو الثريد اللي بيعمل رن فو كان عمل برضو نفس الكلام ومستني على اللوك بتاع الستيت. لما دخل على اللوك بتاع الستيت لقاها بفو فبالتالي عمل برنت وعمل اي بلس بلس وغير الستيت ببار والثريد ده كان مستني. لما ده خلص خرج من السينكرونايزد يبقى ده هيبدأ شغل وهيتشيك الستيت ببار. الستيت ببار يبقى هيبرنت وهيزود الاي وهكذا. طيب خلينا كده نرن ونشوف التست كيس اللي هي ان ب1 واظن في كيس ثانيه اللي هي ان 2. طيب هي دلوقتي تمام. خلينا نسبميت كده. تمام هي كده خلصت. تم 26 ملي سكند حاجه زي كده. طيب المسألة كده اتحلت بس ممكن نحلها بطريقة تانية. انا كده عملت لوك. في حاجة تانية اسمها السيمافور. السيمافور دي كلاس بنستخدمها برضو لو هنعمل سينكرونايزيشن. الفرق ما بينها وما بين اللوك ان هي مش بتبدأ بستيت انلوكد. بمعنى ايه؟ مش لازم يعني انا ممكن اغير الكود ده. خليني ادوس ريست هنا واشيل الكود. طيب انا ممكن اعمل private final semaphore. هنسميه مثلا فو equal new semaphore. خلينا نسميه فو semaphore عشان بس يبقى النيمينج واضح. هنا ده بياخد الكونستراكتور في الانيشاليزيشن ياخد النمبر اوف لوكس اللي انت عايزه يبقى initialized بيه. طيب هو كده هيallow one look. طيب لو عملنا semaphore تاني bar semaphore equal new semaphore.
الفرق بقى ان انا هعمله هنا بزيرو. ليه بقى عملته بزيرو؟ لان احنا اتكلمنا في ان الانيشال ستيت هنا في الابليكيشن بتقول ان فو هي اللي هتبرنت الاول، فانا عايز ان فو هي اللي تاخد اللوك وبار ما تاخدش اللوك. طيب خلينا جوه الفور لوب هنعمل ايه؟ هنقول انا عايز اكواير السيمافور بتاع الفو. طيب انا دلوقتي عملت ايه؟ عملت اكواير على الفو سيمافور. هنا السيمافور بتقول ايه؟ اكواير اهي، بتعمل بلوك تمام للكرنت ثريد اهي، وبتاخد بيرميت دي وبلوكينج انتل واحد بيبقى فيه افيلبل اللوك يعني. طيب لو رجعت هنا للكود يبقى انا كده عملت لوك او اكواير للسيمافور بتاع فو تمام، وبعد كده عملت برنت، وبعد كده لما اعمل ريليس انا هعمل ريليس لبار. ليه؟ لان بار انا اللي عايزه يبدا بعديه، فادي بار سيمافور ريليس. ونفس الكلام بس بالعكس هنا، ان انا هعمل acquire لايه؟ لبار. هعمل acquire لبار سيمافور وبرنت، وبعد كده اعمل فو سيمافور دوت ريليس. يبقى انا كده بعمل ايه؟ alternately انا بعمل لوك الاول على الفو، وبعد كده لما اعمل acquire كده السيمافور بقى زيرو تمام، وبعد كده انا عملت البرنت، وبعد كده عملت ريليس للسيمافور بتاع بار. السيمافور بتاع بار دلوقتي بعد ما انا عملت كل ريليس بقى 1، فبالتالي دي اللي هي بار سيمافور بعد ما كانت بلوكينج هتبدا تاخد اللوك، وبعد كده هتبرنت، ولسه فو سيمافور بزيرو لان هنا اكوايرد، فبالتالي الثريد تاني هو اللي هيعمل ريليس. وده الفرق ما بين اللوكس والسيمافور عموما، يعني ان السيمافور فكرته ان هو بيديك الامكانيه ان انت ثريد تاني هو اللي يعمل انلوك، عكس اللوك لما بتكون انت عملت لوك على حاجه سواء اللي هي رينترنت لوك او حتى سينكرونايزد كيورد لازم نفس الثريد هو اللي يعمل انلوك. ففي حاله السيمافور هو ده مش شرط، فبالتالي احنا استغلينا الفكره دي وكتبنا كود يعني الى حد ما مور سمبل او يعني ستريت فورورد اكتر، ويخلينا كده نجربه. تمام كده هي اشتغلت. خلينا بقى نجرب نعمل سبميت. تمام هي كده اشتغلت برضو accepted بالسيمافور. في مسألة شبهها برضو هي نفس الفكرة تقريبا بس فيها اختلاف شوية، هي اسمها print zero even odd. فالفكرة في البروبلم دي you have a function print number can be called with an integer parameter and prints to the console type. اسمها print number.accept وبتاخد الرقم وبتعمله print على الكونسول. حلو جدا. طيب احنا بقى عندنا كلاس اسمها zero even odd وفيها 3 function zero even odd. طيب نفس الفكرة برضو الانستنس بتاعت zero even odd دي هتبقى مع 3 threads، thread A B C. thread A هيكلم 0 اللي المفروض تعمل print لزيروز بس، والثريد بي هيكول ايفن والمفروض ان هي تعمل ايفن بس، ونفس الكلام على اود. فدلوقتي احنا ما عندناش كنترول على مين اللي هيعمل كول زيرو وكول ايفن وكول اود، والكنترول ده هيبقى فيه الكولر اللي هو الثريدز الثلاثه دول. فبيقول لك ان انت محتاج تعمل حاجه في الكلاس دي تظبطها بحيث ان هي الاوتبوت بتاعها بيزد على ان هي تطلع اوتبوت اوف لينس تو ان، والاوتبوت ده يكون نفس الشكل ده اللي هو يطبع 0 وبعد كده يطبع 1، يطبع 0 وبعد كده يطبع 2، يعني يطبع 0 وبعد كده الاود وبعد كده 0 وبعد كده even، وهكذا لغايه لما يوصل to n اللينس بتاع الاوتبوت. فالمفروض ان احنا نعمل implementation في الكود ده. طيب بدينا هنا برضو مثال بيقول n ب2 يبقى المفروض الاوتبوت 0 1 و 0 2. طيب الفكره كلها ان ال 3 threads هيبقوا ايه fired asynchronously، فاحنا ما عندناش كنترول مين هيبدا الاول، وهيفضلوا شغالين او يعني فعليا يعني هيبداوا يعملوا كول، واحنا الكود بتاعنا هو المفروض يسynchronise بحيث ان الاوتبوت يطلع بالشكل ده. نفس الكلام في example 2 5 يبقى ايه 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5، وهنا constraints لان هتبقى على الاقل 1 ولغايه 1000. فممكن نفكر في المسألة دي إن هي فيها 3 ستيتس، نفس الفكرة اللي احنا فكرنا فيها في المسألة اللي فاتت. الستيت الأولانية اللي هي الانيشال ستيت إن هي ستيت 0، وبعد كده هيروح من 0 لأود عشان يعمل print ل1، وبعد كده هيشوف ما وصلش للN يعني عملش print n times هيرجع تاني لل0، وبعد كده هيروح للإيفن وبعد كده يتشيك الN وهكذا.
فممكن نعملها برضو بفكرة السيمافور. طيب دلوقتي فكرة السيمافور ان انا قلت سيمافور مثلا اسمه 0 equal new سيمافور ب1. ليه هو initially ب1؟ عشان هو يبقى allowed ان هو يعمل print لزيرو الاول. for odd equal new سيمافور ب0. تمام. وبعد كده private final سيمافور even equal new سيمافور ب0. طيب ليه هما الاتنين دول بزيرو؟ علشان هما مش هيبدأوا الأول، ولازم زيرو هو اللي print الأول وبعد كده يختار odd أو even. طيب الفكرة إن زيرو هتبدأ إزاي؟ هنقول مثلا for loop int I equal 1، وإن ال I أقل أو يساوي ال n هيعمل I plus plus. ليه؟ لأن هو لو ال n مثلا 5 هيعمل برنت للزيرو 5 مرات، فاحنا عايزينه يعمل بلس بلس، يعني كل مرة يعمل برنت يزود واحد بس. أول حاجة هيعملها إن هو ياخد الزيرو السيمافور يعمل له إيه؟ acquire. تمام. عشان ياخد اللوك كده الزيرو هتبدأ تعمل برنت، فاكواير هو ينفع يعمل اكواير. ينفع. ليه؟ لأن السيمافور بتاع زيرو ب1. طيب بعد ما يعمل اكواير هيعمل إيه؟ هيعمل print number دوت accept. طبعا دي هتطبع على طول زيرو، فهنحط زيرو زي ما هو. وبعد كده هتعمل ايه؟ الميثود دي تاخد قرار من اتنين. هي عايزه تشوف الاي دلوقتي هل هو value odd، يبقى ساعتها تريليس السيمافور بتاع الاود، او لو هو even تعمل ريليس للسيمافور بتاع الايفن. فهنشوف الاول if الاي مود 2 equal 0 يبقى نعمل even دوت release. وطب ما تعمل ريليس يبقى انت كده بتعلي permitted number of threads لواحد، اللي هي initially كان number of permitted threads هو هنا بزيرو لاتنين، فانا كده بعليه لواحد. else انا هعلي الاود واعمل ريليس. تمام. طيب وبالتالي هو دلوقتي since ان هو عمل acquisition للزيرو سيمافور دلوقتي acquired، هو لسه مستني حد يعمله ريليس، فهو الميثود نفسها ما بتعملش ريليس، فهو كده مستني واحد من even او odd يعمل ريليس. طب الايفن هتعمل ايه؟ هتعمل for loop int I equal 2. ليه؟ لان لو بصيت في البدايه هتبقى على طول ب1، اقل حاجه ال n ب1، وبالتالي 2 هي اول حاجه ممكن يعملها print. وسنس اللي هو اللوب كونديشن هيبقى الاي اقل او يساوي n، هيبقى الاي بلس equal 2، لان احنا هنزود كل مره 2 لان الايفن هتعمل print بس للايفن نمبرز. طيب دلوقتي هي اول حاجه هتعملها ان هي تاخد even دوت acquire. يبقى انا كده اخدت اللوك على السيمافور بتاع الايفن. طيب مين اللي هيديني البرميت؟ اللي هو ايه؟ الكول ده. الكول ده هو ده اللي هيعمل برميت. ليه؟ لان هو initially بزيرو. تمام. يبقى ريليس هنا خليه ب1. تمام. وبعد كده انا هعمل acquire هرجعه زيرو تاني. طيب انا بعد ما عملت acquire كده انا اعرف اعمل print. طيب يبقى اعمل print number اللي هو ايه؟ accept الاي. ليه؟ لان انا دلوقتي انا بعد ان I2 4 وهكذا لغايه ما يوصل ل n، وبعد كده عايز اعمل ريليس لايه؟ لزيرو، لان على طول بعد ما بعمل print للايفن هعمل ريليس للزيرو. لما اعمل ريليس للزيرو هيرجع الزيرو سيمافور ب1، وساعتها الاكواير دي بدل ما هي كانت بلوكينج في اللوب الثانيه ساعتها هتخلص وتبدا تعمل print. تمام. وفي نفس الوقت بعد ما يعمل ريليس، الريليس طبعا مش بتعمل بلوك، هيكمل هيلاقي ايه؟ ايفن بقى بكام؟ بقى بزيرو. ليه؟ لان هو اصلا اتعمل له اكواير. مين اللي عمل له ريليس؟ هنا. وهكذا. نفس الكلام برضو في الاود. نعمل for int I equal 1 عشان هو على طول بيبدأ ب1، الاي على طول اقل او يساوي ال n ده الكونديشن، يبقى I plus equal 2 علشان هيزود كل مرة 2 لانه هيبرنت 1 و3 و5 و7 وهكذا. فهيبدأ بأول حاجة برضو ان هو ياخد الاكواير السيمافور بتاع الاود، وبعد كده يعمل print. هيعمل print للاي. تمام. وبعد كده هيعمل ريليس زيرو علشان الزيرو هو اللي بيجي على طول بعد ما بيعمل print للاود نمبر. طيب خلينا نران كده. تمام. هي accepted submit. تمام برضو accepted. يعني
كانوا مسألتين ليهم علاقة بالسيمافور والكونكرنسي عموما. الجافا طبعا انا استخدمت جافا، بس الكونسبت نفسه هينطبق على اي بروجرامينج لانجويج تانية. اتمنى يكون الموضوع واضح، ولو في حد عنده اي سؤال ممكن يبعت لي او يكتب في الكومنتس، ان شاء الله ارد عليه. شكرا.